خليني اسالك سؤال دغري ومن الاخر، هو انت بتشتري العربيه علشان تخدمك وتقضي لك مشاويرك واحتياجاتك، ولا انت اللي بقيت بتخدم على العربيه وبتشتغل علشان تصرف عليها وعلى اقساطها؟ في مفهوم غريب ومسيطر على معظم الناس في السوق بتاع السيارات، وهو ان العربيه عباره عن اصل استثماري وشيء بيحفظ لك فلوسك. بس الحقيقه العلميه والاقتصاديه غير كده خالص، وتعالى اقول لك ليه المفاهيم دي راسخه في دماغ الناس وشقلبت حياه ناس كتير قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عمرو مجدي، وخلال الفيديو دوت هندردش عن نقطة ناس كتير قوي بتتخانق عليها في التعليقات على العربيات الجديدة والعربيات المستعملة. بيتكلموا في ان العربيات الجديدة ما تقدرش تقعد اكتر من 5 سنين، وعلى عكس العربيات القديمة تقدر تقعد معاك اكتر من عمرها اللي هو دلوقتي حوالي 20 سنة او 25 سنة ايا كان، وتقدر كمان تكمل معاك 20 سنة كمان فوق عمرها اللي فات دوت. فهل اصلا العربية سلعة معمرة ولا سلعة مستهلكة؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض. خلينا نكون واضحين ونعرف الفرق ببساطة. العربية هي أصل استثماري ولا عبارة عن سلعة مستهلكة؟ طيب خلينا نعرف الأول إيه الأصل الاستثماري. الأصل الاستثماري دوت هو الحاجة اللي أنت بتشتريها وما بتصرفش عليها، وفي نفس الوقت هي محافظة على قيمتها وبتدخل لك فلوس، زي مثلا العقارات أو الذهب. العربية بقى على عكس كده، لما أنت بتشتري العربية أول ما تاخد المفتاح في الصالة وتطلع بيها من المعرض وتمشي بيها أول كيلو، فبتبقى نزل من ثمنها من 50 ل 100 ألف جنيه حسب العربية. تبتدي تصرف عليها فلوس من جيبك، إذا كان بنزين، صيانة دورية، مصاريف تشغيل، تأمينات، تراخيص سنوية، وكل دي فلوس بتروح وما بترجعش. حتى الناس اللي بتقول أنا اشتريت من حوالي سنتين ب 400 ألف جنيه وحاليا العربية بتاعتي تسوى مليون جنيه أو مليون و100 ألف جنيه، فدوت واقع تحت فخ اسمه التضخم. الرقم دوت زاد على الورق بس، ولكن القيمة نفسها بتاعة المبلغ دوت ما بتجيبش غير في الفئة بتاعتها دي. يعني أنت هتبيع العربية بالغالي وأنت كنت شاريها بالرخيص، ولما هتيجي تشتري دلوقتي هتشتري بالغالي. وفي نفس الوقت الموتور والعفشه والصاج بتوع العربيه دول مستهلكات للاصل نفسه اللي هي العربيه. فالعربيه مش عباره عن حصاله انت بتشتريها علشان خاطر تبقى حافظه فلوسك. النقطه الثانيه واللي ناس كتير بتنساها وهي مصاريف التشغيل بتاعه العربيه. انت دلوقتي لو معاك مثلا مليون جنيه، والمليون جنيه دول يقدروا يجيبوا لك عربيه، انت لازم تحسب لما انا هدفع المليون جنيه في العربيه دي لما اجيبها هتسحب مني من دخلي كام في الشهر. في عربيات سعرها رخيص في السوق ولكن قطع غيارها بتبقى نار وصيانتها بتبقى غالية وبتستهلك معاك بنزين وزيت بمبالغ فلكيه انت ما تقدرش عليها، بالرغم ان انت معاك مليون جنيه واشتريت عربيه بمليون جنيه. لو مصاريف تشغيل العربيه بتتعدى من 15 ل 20% من قيمه دخلك، فالعربيه ديت مش مناسبه ليك، ويبقى العربيه ديت عباره عن حمل عليك ماديا كل شهر حتى لو كان معاك ثمن شرائها. وهنا بتيجي النقطه الحاسمه في سلوكنا، امتى العربيه تكون غايه وامتى تكون وسيله. العربيه بتكون وسيله لما تكون بتلبي احتياجاتنا والطلبات اللي احنا محتاجين نقضيها بيها. يعني انا دلوقتي ظروفي بتسمح بعربيه تكون مثلا مساحات واسعه واداء متواضع وتكون مصاريف تشغيلها بسيطه، فكده العربيه دي بتلبي احتياجاتي. بتكون العربيه دي غايه لما اكون انا بجيب عربيه اعلى من قدرتي الماليه، وبتبقى العربيه دي عباره عن انا جايبها عشان الشو والمظهر، ولكن هي بتبقى عبء عليا وانا خايف عليها من اي خبطه او اي خدش، ومرعوب من اسعار الصيانات بتاعتها وقطع الغيار. في اللحظه دي العربيه هي اللي بتسوقني وبتتحكم في يومي، مش انا اللي بسوقها. خلاص يا صديقي، اشتري العربيه اللي تخدم ميزانيتك وتوفر راحتك ووقتك، مش العربيه اللي تخلص الفلوس اللي في جيبك وتجيب لك القلق وتخليك عبد للاقساط. قول لي بقى في التعليقات وبكل صراحه، انت شايف عربيتك عبء عليك ولا مكفياك وقاضيه احتياجاتك وبتسهل عليك حياتك، ولا بقت عبء ومصاريف ملهاش اخر؟ لو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وتشترك في القناة علشان خاطر يوصلك كل جديد. بشوفكم في الفيديو الجاي، وشكرا لكم على المتابعة ومع السلامة.